ده تشو بطل قصتنا النهاردة، واللي علشان أخته المريضة عمل المستحيل، وفي مراسم اختيار القدرات اختار كده مهارة عادية علشان يقدر يعالج أخته ويعالج الناس. بس ساعتها بقى الكل اتنمروا عليه واستهزأوا بيه، بس اللي ما كانوش يعرفوه واللي هو نفسه أساسا ما كانش يعرفه إن المهارة دي طلعت أجمد من أجمد مهارة مخفية بقدرات لولبية، 10 مهارات في مهارة، نظام بقى وقوة سحرية وآخر جمدان. ومش محتاج اقولك بقى انه بقى اجمد من اجمد واحد، واصحاب الاكاديميات بدأوا يتضاربوا عليه من كتر جمدانه. اتحمست للحكاية يا بيه؟ اذكر الله الاول وصلي على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام، وارزع بقى لايك للفيديو علشان دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي يا صديقي. وبس كده، تعال اقولك الحكاية بدأت ازاي. بتبدأ قصتنا وبنشوف إن البشر بيختاروا مهنة من 3 مهن عشوائية، واللي بتظهر خلال النقل الطبي، وبتكون أعلى المهن اللي بتدي فلوس ومكانة هي المهن القتالية. وعلشان نعرف إيه اللي وصل العالم لكده، من فترة كده ظهرت لعبة واقع افتراضي، ودي بقى بتثير رغبة القتال، ومن خلالها بيوصل اللاعبين للأبدية. بس في إحدى الأيام مساحة سطح اللعبة دي اتوسع لآلاف المرات، وده تسبب إن عدد كبير جدا من نسخ الوحوش اللي في اللعبة ظهرت في الحقيقة. يعني يا صديقي الواقع الافتراضي تداخل مع العالم الحقيقي، ومن بعدها بقى يقدر اي شخص يغير وظيفته عن طريق الترقية ويزود مستواه ويقاتل الوحوش الشيطانية. وبعد كده بنشوف بطلنا تشو اللي بيكون وصل للعالم ده من سنة بس، وعاش بهوية جديدة، وبيكون يتيم امه ماتت، وبعدها على طول اخته تشو يون تعبت، وفجأة الدكاترة ما يقدروش يعملوا لها اي حاجة، ولكن الكهنة اللي من المستوى المنخفض هم بس اللي قدروا يخلوها ماسكة نفسها شوية. واضطر بطلنا تشو يبيع البيت واستلف فلوس كتير من كل قرايبه علشان ينقذ حياة اخته بس لفترة مؤقتة. ورغم كده حياة اخته ممكن تبقى في خطر في اي وقت، وكمان المصاريف الطبية بدأت تزيد عليه، والفلوس اللي معاه ما عادتش كفاية. بعد كده بقى بنعرف ان بطلنا بيدور على مهنة قتالية، وده علشان يكسب فلوس من قتل الوحوش ويساعد اخته تروح لكاهن من المستوى الاعلى. بعدها بقى بيعلنوا ان الوظائف القتالية فلوسها ومكانتها أعلى، وفعلا بيستعد بطلنا علشان ياخد مهنته، ولكن فجأة السلسلة اللي في رقبته بتنور وبيخرج منها نور غريب، وهنا بقى النظام بيظهر له، وده بيكون أقوى نظام مساعدة مهنية. وساعتها تشو بياخد هدايا كتير وموهبة ترقية من المستوى اس، وكمان مهنة حارس الملك. هنا بقى بيتفاجئ تشو بيقول ده أنا كنت اشتريت السلسلة دي من كشك في الشارع في حياتي السابقة، دي أكيد كنز. بعد كده بقى بنعرف ان المواهب في العالم ده من المستوى اس للمستوى اف، وكل ما المستوى ارتفع كانت الفلوس اكتر بكتير. بعد كده بقى بيظهر 3 مهن اختيارية لكل واحد حسب الموهبة، وبتكون قوة تغيير وظيفة تشو قوية جدا لدرجة ان الكل بيتفاجئ. بعد كده بقى وفجأة بتظهر الملكة وبتقول له انا مصدر قوتك، والنور المقدس ده هيحميك دايما. واول ما بتلمس جبهته بتدخل جوه جسمه وبتظهر علامة في جبهته. ساعتها بقى بيتفاجئ الكل ان تشو حارس الملك، ودي موهبة جديدة محدش سمع عنها قبل كده. بعدها بيظهر 3 رموز مهنية، وقتها بقى المدرس ليه بيقول دي مهنة خفية، وأول مهنة هي ماجي المضيئة، واللي بتخرج الضوء الخالص، ورغم إن الضوء بتاعها قوي بس سهل تتأذى لأن ما عندهاش مهارات كتير لإنقاذ الحياة. والمهنة التانية بقى بتاعت كاهن السكوت، وكاهن السكوت ده عنده مهارات كتير بتنقذ الحياة، وكمان بيتقن مهارة تحدي السماء، بس للأسف قوته القتالية وحشة جدا، يعني كده هيحتاج يعتمد على غيره. والمهنة التالتة هي مهنة غريبة شوية، وبتكون مهنة متعددة الاستخدام وليها قدرات شاملة، يقدر يقاتل ويعمل حاجات كتير. ساعتها بقى تشو بيقول رغم ان مفيش حد مميز بشكل خاص، بس الموهبة التالتة دي هي الافضل بالنسبة لي، وكمان علشان ملهاش اي علاقة باي كاهن خالص. وبالفعل بيختار المهنة التالتة وبيقول هسعى مدى الحياة علشان احقق العدالة والاستقامة. وساعتها بقى بنشوف القوة بتدخل جوه جسم تشو، فبيتحول لمحارب قوي ليه أجنحة. وساعتها بقى النظام بيهنيه انه قدر يغير وظيفته للمهنة التالتة وبقى من المستوى العاشر. لا وكمان خد مهارة شفرة تجديد الكلمات النقية والشفاء البطيء ونعمة السلاح، وكمان خد نقط سمات إضافية كتير قوي. بعدها بقى وهو في البيت بيشوف ان مش بس صفاته هي اللي اتغيرت، لا ده كمان خد نقط صفات إضافية، فبيوزع النقاط دي
على القوة واللياقة البدنية علشان يقدر يهاجم الوحوش بقوة أكبر من كده. وساعتها بقى بيحس بالقوة بتتحرك في جسمه، وفي نفس اللحظة دي بتظهر له أول مهمة، وساعتها بيطلب منه النظام يطابق حقل تجريبي عشوائي ويكون في نفس مستواه. طيب ثواني يا صديقي، دلوقتي بس نغير المايك ويلا نكمل الحكاية. وبتكون المهمة العشوائية لتشو هي إنه يقتل وحش الرابي القديم اللي من الدرجة إيه، بس المشكلة بقى إن الموت في الاختبار ده هيخليه يموت في الحقيقة وينتقل لمنجم عادي. ساعتها بقى تشو بيقول رغم إن الرابي القديم مش أكلات لحوم، بس برضه عنيفة زيها زي الوحوش التانية، مجرد ما بتشوف البشر ما بتدورش غير على الدم، وذكائهم قليل وبيهجموا بزئير الغضب اللي بيقطع المعدن بكل قوة. بعد كده بقى بيظهر وحش رابي وبيحاول يضرب تشو، ولكن تشو بيفلت من تحت ايده وبيقول دي أول مرة أواجه وحش، واضح إن جسمي بقى مرن أكتر وأقوى. بعد كده بقى بيحاول وحش الرابي يضرب بطلنا، ولكن تشو بيقدر يهرب منه، بس بيفاجئه الوحش وبيستخدم سلاحه واللي هو زئير الغضب وبيرشقه في بطن تشو بيخليه يجيب دم. ساعتها بقى بيتوتر تشو وبيقول شكلي كده قللت منك قوي. بعد كده بقى النظام بيعالج تشو وبيقوم بكل قوة وحواليه هالة نارية قوية وبيقول دلوقتي جه دوري انا علشان اهاجم. وساعتها بقى بيستخدم تشو نصل البياض الناصع واللي من الرتبة سي، فبيتكون حاجة غريبة من سحر النور واللي بتجمد العدو. بعد كده بيستخدم قفزة النمر اللي من المستوى الرابع للرتبة دي، فبيمسك تشو الوحش وبيجري المسافة قدام بعدين بيرميه. ساعتها بقى الوحش بيتعور جامد، وفي نفس اللحظة بيحس تشو بالقوة وبيضربه ضربة قوية جدا بيخلص على وحش الرابي خالص. وقتها بقى النظام بيبلغه ان الامتحان خلص والنتيجة ممتاز جدا، وبيطلب منه يختار جايزتين من 3، يا اما ياخد 10 نقط، يا اما ياخد مهارة، يا اما سلاح. فبيقول تشو النقط اهم حاجة دلوقتي علشان ازود مستوايا، فبيختار النقاط والسلاح، وده علشان يساعده في المعارك اللي جاية. وهنا بقى تشو بيقول كويس ان النظام بيدي اسلحة لان مفيش اي طريقة تانية علشان اشتري حاجة بحالتي دي. وبيفوز تشو بالسيف الاساسي وبعدين بيخرج من ارضية الامتحان. بعد كده بقى وفي نفس الوقت بيجيله رسالة علشان يروح المستشفى يشوف أخته، وفي المستشفى بتكون أخته عمالة تتفرج على الأخبار واللي بتقول إن أخوها كون ظاهرة نزول الملك المقدس لما كان بيحاول يصحي الفئة بتاعته واختار فئة مخفية واللي كانت بالتحديد الفارس المقدس. ودي بقى الفئة المخفية الأولى اللي شرفت المدينة في ال50 سنة اللي فاتوا. بعد كده بقى بتدخل عليها الممرضة بس بتكون قلبة وشها وبتقول لها أنت لازم تدفعي تكاليف المستشفى دلوقتي 10,000 جنيه. ساعتها بقى بتتفاجئ يون وبتقول طب ليه هي مش كانت 5؟ هو في غلط ولا حاجة؟ وبتبص في الفاتورة وبتقول اخويا مش هيقدر يجمع اكتر من 5، ده حتى لو اشتغل 3 شغلانات هيجيب لكم الفلوس دي كلها منين؟ فبتغضب الممرضة وبتقول لها انت استخدمتي ادوية كتير الشهر ده وكمان دعيتي كاهن يجي لحد هنا، وده بقى بوظ الدنيا اكتر، وبقى كل شوية ممرضة تهتم بيكي، ومعنى ان انت تقولي كده يبقى لازم تروحي تشوفي بنفسك وما تنسيش ان دي مستشفى. فبتتوتر يون وبتحاول تفهمها ان هي ما تقصدش كل ده، بس الممرضة بترد بكل قرف وبتقول لها هم الفقراء دايما كده عندهم نقص من الاغنياء الاثرياء وعلى طول كده معهمش فلوس، فلازم يتقبلوا مصيرهم يا اما يتدمروا. بعد كده بقى بيظهر راجل شكله كده راجل مهم معاه كده حراس وشكله راجل واصل، وبيوقف الممرضة وبيقول لها انا سمعتك وانت بتعاملي العيانين بطريقة مش كويسة، هو ليه لسانك طويل قوي كده؟ يا ترى بقى هتقدري تتكلمي كده بالطريقة دي قدام المدير؟ فبتبص له الممرضة بكل بجاحة وما بتهتمش بكلامه، وبتاخد بعضها علشان تمشي وبتقول ليون لازم تدفعي تكاليف المستشفى النهارده، انا قلتلك وخلاص. هنا بقى وفي نفس الوقت يون بتتوتر وبتفتكر ان الشخص ده جاي يطلب منها فلوس هو كمان، وبتقول له انتوا مين؟ بس ساعتها بقى الراجل الكبير ده بينحني قدامها وبيقول لها انا صاحب اخوكي ما تخافيش. بعد كده بقى وفي الوقت ده بيوصل تشو واللي بيكون جايب معاه الفاتوره وبيقول لاخته انا دفعت الفلوس كلها، بس الغريبه ان نظام المستشفى بيقول ان معانا 10,000 جنيه في حسابنا في البنك، هو انت عارفه ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فبيتفاجئ بالشخص المهم اللي قاعد مع اخته، وساعتها بيقوم الشخص ده يسلم على تشو وبيقول له انا اسمي شاوين بينج،
انا سكرتير عمدة المدينة وكنت جاي اتكلم معاك في شوية حاجات. والواد بعد كده بقى سكت شوية وبدأ يفكر في المهمة اللي المفروض يعملها، وبيقول في عقل باله العمدة ده راجل واصل قوي، ده غير ان سكرتيرته تبقى بنت اخوه، وبيكون مستغرب من ان ازاي راجل زي ده يبعت له حد علشان يقابله. وبيقول له انت بجد جاي لي من عند العمدة بنفسه ولا اشتغالة يا عمنا؟ وبعد كده بقى بيسلم عليه وبيقول له المكان هنا مش نضيف يا ابني، تعال نكمل كلامنا في حتة تانية تكون فاضية. فالواد قال له تمام وبيروح معاه. وبعد كده بقى وفي مكان تاني كانت في بنت قاعدة بتتكلم مع زمايلها، بتتكلم معاهم وبتعرفهم ان هي اكتشفت ان الاكاديمية التانية في البلاد عندهم طالب حصل على مهارة مخفية. فالعيال بقى بتنبهر. ولو ما تعرفش يا صديقي ففي العالم ده المهن بتكون ظاهرة لكل الناس باختلاف الترتيب طبعا من الاف للاس، ولكن بقى كون واحد تكون مهاراته مخفية فدي حاجة نادرة جدا وما حصلتش خالص يجي كده من 1000 سنة. وبعد كده بقى بيسألوها عن صاحب اسم المهارة دي، فبتقول لها ان هي عرفت ان اسمه تشوي. وبعد كده بقى بتوريهم صورته والبنات بيتخرفنوا من جماله. ونسيبهم بقى احنا متخرفانين كده، وبعد كده بقى نروح لساحر قلوب الملايين المعلم تشو، واللي بيكون قاعد مع موظف الاستقبال واللي بيهنيه على رتبته وبيطلب منه يشتغل معاهم ويكون من ضمن حرس الرئيس. وبيقول له عملتها ازاي يا ولا؟ فقال له معرفش يا عمي والله، بس تقدر تقول كده توفيق من المولى عز وجل ودعاء الوالدين. وبعد كده بقى بيقول له ده اكيد توفيق وكمان مهاراتك الخاصة. غلبانة جدعان، ما يعرفش ان تشو اساسا ابيض خالص. وبعد كده بقى بيكرر طلبه عليه وبيقول له الرئيس معلق امال كبيره قوي عليك، اتمنى تكون ضمن حرس الرئيس وما تقلقش، كل حاجه تخص وسائل الاعلام والتدريب احنا هنتكفل بيها، ومن النهارده مفيش اي صحفي ابن هرمه هيوقفك في الشارع تاني، ومفيش حد هيزعجك باي اسئله، ولو انضميت لينا هقدر اوفر لك كل موارد ومعدات التدريب وكل اللي هتحتاجه هيجيلك في ثانية كده. ولازم تعرف ان من النهاردة هتتدرب تدريب من نار. عايز العالم كله يعرف ان احنا اتولد لنا وحش مغوار، وكل ده واكتر هتلاقيه بس بمجرد ما توافق وتستلم مني المفتاح ده. ولو بعد كده شايف ان عندك شروط تانية اطلبها براحتك، ولو ينفع انفذها لك هعملها لك على طول، او هتكلم مع العمدة وهو اكيد مش هيرفض علشان موهبتك النادرة دي. ها يا ابو الصحاب قلت ايه؟ فالواد بقى كان مبلم في المفتاح الدهب كده وبيقول الرئيس فاكر اني ممكن اكون شخص قوي، بس ده ازاي بس؟ دول قالوا كل الشروط ونسيوا اهم شرط، الاكل. الاكل يا جدعان، الاكل. ازاي وجباتي ما تكونش مجانيه؟ ده انا هساعده في حمايه بنته وحمايه المدينه. وبعد كده بقى بيقول للمندوب اللي قدامه اسمعني يا راجل، انت قول للرئيس النتن بتاعك ان اهم حاجه عندي في الاتفاق هي الاكل والوجبات، مفهوم؟ فبيقول له اعتبره حصل يا سيد تشو. ده غير بقى فريق الحراسه اللي هيكون متخصص بالكامل في حمايه عيلتك، ده غير بقى الفندق اللي هتقعد فيه والخدمات الفايف ستار، وحاجه كده مفيش منها اتنين. واقول لك لو وافقت كمان هناخدك تصيف في مطروح اسبوع. مطروح وكمان يا عم مصاريف ايدك المصابه دي علينا احنا. فالمعلم تشو بقى قال ما بديهاش، الراجل عمال يفرش لي الملايات من الصبح وعروضه ما تترفتش بصراحه. وبعد كده بيقول له ايه موافق؟ فبيقول له خلصانه. وبعد كده بقى بيروح يطمن على اخته المريضه واللي ساعتها بتفرح قوي اول لما بتشوفه وبتقول له شكلك قبلت العرض صح؟ فبيقول لها طبعا، وهي دي حاجة تترفض يعني؟ وبعد كده بقى بتسأله عن مهاراته فبيعرفها ان عنده 3 مهارات مش واحدة بس. والمعلم بقى بيحط ايده على دماغها وبيستخدم قوته الجديدة. وبعد كده بقى البت بتحس بتحسن شديد والوضع معاها بقى اخر حلاوة، وبنشوف كده جزيئات من سحر تشو بتعمل لها مساج، والبت بقى في قمة السعادة على الاخر. وبتعرفه ان هي خلاص ما عادتش مريضة. وبعدين بقى تشو بيعرفنا ان سبب اختياره للمهارة دي هي اخته والمرض اللي عندها. يعني من الاخر لازم نكون عارفين ان تشو اختار المهنة دي بالذات وضيع مستقبله علشان خاطر يعالج اخته. بس يلا بقى، رب ضارة نافعة. والمهارة بقى طلعت مهارة مخفية. وبعد كده بقى بيقول له اخته انت كويسة؟ فبتقول له الحمد لله. وبعد كده بقى بينتهي الكلام بينهم على كده. وتاني يوم
بيكون المعلم تشو ماشي مع رئيس الكلية ده، وده بعد ما رفض امبارح عقد توظيف من 15 واحد، وبيمدله ايديه وبيقول له طلع الموبايل يلا. فبيقول له معيش يا فندم والله، بس يا ريت لو تكرمت تجيب لي واحد كده موديل السنة. فالراجل بقى بيتضايق بس ما بيبينش، وبيقول له ان اللي هيدربوه نخبة من نخب المعلمين من افضل 10 جامعات على مستوى الصين كلها، شوية معلمين كده اقوياء جدا وكلهم معديين المستوى ال35 بمراحل. والواد بقى بيقول له تمام هشرفك ما تقلقش. وبعد كده بقى بيسأله عن المدارس اللي هتدرسهم، فبيعد له كده الاسماء. فبيقول له ازاي يا راجل يا عبيط انت تقول لي ال10 الاوائل اللي هنا وما تذكرش اسم ال3 الاوائل خالص؟ فقال له ما هم لسه ما جوش يا ابني. وبعد كده بقى بيقول له تمام خلصانه. وبعد كده بقى بيوصلوا عند الباب وبيسمعوهم بيتكلموا عن المستويات السحريه، وعلى طول بقى بيدخلوا عليهم وبيقول لهم ده الطالب النابغة للسنة دي، يعني لازم الكل يحترمه وترفعه من مستواه علشان لازم يوصل للعالمية بسرعة جدا. أتمنى ملاقيش أي مشاكل. وبعد كده بقى بيعرفوا على أسمائهم وتشو بيسلم عليهم كلهم، بس المدرس ده بيكون شايف نفسه حبتين وبيقول لتشو سيب المدرسة الفاقدة دي وتعال انضم لمدرسة لونج يوان، وهندفع لك 2 مليون كل اسبوع، وكمان هنأكلك ونشربك، واي حاجة هتحتاجها اغمس بس وهتلاقيها تحت رجليك مهما كانت غالية، مهما كان سعرها بقى بجنيه ب50 بمليون اي حاجة، فكر بس وما تشغلش دماغك بأي حاجة تانية. فالواد بقى بيقول في عقل باله والله العرض ده جامد، ده انا شكلي بقى كده هبقى اصغر مليونير في البلد، انت بتتكلم في ايه بس؟ وبيقول ده حتى رئيس البلدية اللي هو الرئيس معرضش الخدمات دي كلها، والمعلم بقى لسه هيوافق. فبيلاقي مدرس تاني بينط في الكلام وبيحزق خالص بالمدرس الاولاني وبيقول له 2 مليون بس؟ ده انتوا جامعتكم بخيلة قوي، مش هتبطلوا البخل بتاعكم ده. 2 مليون دول مقام طالب نابغة زي تشو، هتروحوا من ربنا فين يا ظلمة؟ اسمع يا ابني، احنا هندفع لك 3 مليون في الاسبوع وكل الكتب اللي تحتاجها في ثواني بس هتكون ما بين ايديك. والواد بقى بيكون مبهور بالكلام، والمدير بقى واقف زي كيس الجوافة ومستني الواد اما يتسرق منه. لا راجل يلا والله. بعد كده بقى بتدخل مدرسة شايفة نفسها شوية وبتقول خلاص خلصنا، كل دي عروض كويسة، بس تشو هينضم ليا انا وهيقعد معايا في البيت. هيا تشو يا حبيبي قلت ايه؟ فالمدير بقى بيحمر وبيقول له وافق يالا، لو انا مكانك هوافق، هو في حد يطول يقعد مع واحده زي دي في بيتها؟ وافق يالا ما تبقاش عبيط. وبعد كده بقى بتقول له ها لسه مستنيه اعرف ردك يا حبيبي. بس المعلم بقى جدع وبيخاف ربنا وما بيهموش الكلام ده، وبيقول لها انا اسف هو عرضك كويس بس في بعض النقاط مش عجباني ومش هنتكلم فيها لانها مش هتتحل. وبعد كده بقى المدير بيقول له هش اسكت يالا يا خروف انت بتقول ايه؟ وبيقول لها تشو معاك يا ست الناس براحتك. بس بعد كده بقى المدرسة دي بتتضايق وبتقول له انت ليه مش عاوز تنضم ليا؟ ممكن اعرف السبب؟ فقال لها انا عايز اتقبل في واحدة من الجامعات المرموقة، يعني اول 3 جامعات، غير كده لا انت يا ماما تلزميني ولا عروضكم كلها تلزمني خالص. انا كل اللي شاغلني هو اني انضم الجامعة من دول وأكون من ضمن الآلاف اللي بيتقبلوا كل سنة. وأنا عارف إن الموضوع هيكون صعب جدا، وخصوصا إن أغلب الآلاف من الطلاب بيكونوا من عشائر شياطين، بس أنا هحاول وبإذن الله هتقبل. فساعتها بقى المدرس اللي أقرع بيضحك عليه، وبعد كده بقى بيقول له معلش ما قدرتش أمسك نفسي ابقى غطيها يالا. فبيتعصب عليه وبيقول له احنا عرضنا عليك عروض ما يحلمش بيها شحات زيك، واحد غلبان زيك لو فضل طول عمره بيشتغل عمره ما يحلم يجمع 1,000,000 وانا بقى بعرض عليك 2 مليون كل اسبوع، يعني بمعدل 8 مليون في الشهر. عايز ايه تاني؟ واحسب انت بقى في السنة كده هتاخد كام. وبعد كل ده ترفض يا عر انت؟ بس بيقول له ما تركز انت شوية، على فكرة في واحد عرض اكتر منك ولا انت مش مدرك؟ وبعد كده بقى الواد ما بقاش قادر يتحمل ضغط القوة اللي بيتولد منه وبيحس انه هيقع على الارض لو استمر في اللي بيعمله. والمعلم بقى بيكمل تهزيق واستهزاء بالواد، بس ساعتها بقى المدير اللي ملوش لازمة بيتدخل وبيقول له اسمعني يا مدرس يا عر انت، ما اسمحلكش تستهزأ بطلابي قدامي، انت عرضت عرضك وهو رفض، فلو عندك شوية احترام لذاتك خد بعضك وامشي من هنا يلا من غير ما ترد.
وساعتها بقى المدرسة اللي شايفة نفسها دي بتشوف تشو لسه واقف، وده على الرغم من ضغط هالة المدير والمدرس تارو، وبتعجب بزيادة. وبعد كده بقى بتتكلم معاه وبتحاول تقنعه بعرضها وإن هي هتدلعه، ولكنه ما بيردش. وبعد كده بقى بتفهمه إن انضمامه المدرسة من الثلاثة الأوائل حاجة مش صعبة، لا دي مستحيلة يا صديقي، وإن كونه يوصل للمركز الأخير فيها بس حاجة نادرة، ولو عملها يبقى عيل حظه نار. والواد بقى بيقول لهم ده اللي عندي، وبإذن الله هكسر الدنيا كلها، وأنا ما ترتبتش من ضمن العشرة الأوائل السنة دي، ما يبقاش اسم تشو قدامي شهر واحد بس، أو حتى في خلال الشهر ده مش بس أنا اللي هروح للأكاديميات علشان تضمني، أوعدك إن هما اللي هيجروا ورايا. والبت بقى بتعجب بكلامه جامد، وبتقول له أنت بتتحداني؟ فقال لها أنت تاني، بس أنا اللي هكسب لأن عمري ما خسرت. فقالت له هنشوف الكلام ده. وبعد كده بقى بيقول لها خلصانة، وبعد كده بقى بتفرح وبتاخد بعضها وبتمشي من المكان. وبعد مرور شهر فعليا بنروح لمبنى الأكاديمية، وبيكون كل الطلاب قاعدين وقلقانين، وساعتها واحد منهم بيقول أنا سمعت إن اللي هيمتحننا السنة دي هو الحوت الكبير بجاج. فزميله بقى التاني بيقول له انت بتهزر صح؟ فقال له لا ما بهزرش، هو ده اللي انا سمعته، ولو طلع جد يبقى قول علينا يا رحمن يا رحيم. وبعد كده بقى زميلهم التاني بيقول لهم انا حاسس حتى ان تشوي بموهبته الاستثنائية دي مش هيقدر ينجح هو كمان. بس رد عليه الواد الاشقر ده وقال له لا طبعا، لو تشو ما نجحش مين هينجح يعني؟ ده نبغة المدرسة يا زميلي، وها هو الولد الفنان، الولد اللي بقدراته الخطيرة هيعمل قلبان. بس يا ترى بقى ايه اللي هيحصل بالظبط؟ وتشو فعلا هيقدر يتصدى للحوت ده ولا هيكسفنا كلنا؟ ويا ترى كمان هيوصل للهدف اللي هو عايزه ولا هيوصل لايه بالظبط؟ ده بقى اللي هنشوفه في القسم اللي جاي ان شاء الله. فمش محتاج اوصيك اشترك في القناة وارزع بقى اللايك الجميل للفيديو علشان باذن الله يوصلك اشعار باي فيديو جديد ينزل على القناة. وما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام. وبس كده، هستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.